السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، ازيكم يا أحلى متابعين، وحشتوني جدا جدا. يا رب أشوفكم في أحسن صحة وأحسن حال. النهاردة عندي فرخة كده وزنها كيلو و300 جرام. هشويها بقى بطريقة حلوة كده مع بعض. جبتها طبعا وكالعادة نقعتها وغسلتها غسلة كويسة، ونقعتها في محلول النقع وسايباها لما تصفي، وهنشفها كمان بمناديل المطبخ. وكده بقى. هنا بقى طبعا عشان عندي الصدر بيبقى يعني قاسي شوية، فانا بقى ايه فردته كده وهنزل عليه بالمدق. عشان يستوي ويبقى كويس. وبالنسبة للشوية يعني وحابه بقى قبل ما ابدا اقول لحبايبي لو بتشوفيني لاول مره اشتركي معايا في قناتي وفعلي زر الجرس ودوسي على الكل عشان توصلك اشعارات بكل وصفاتي. ولو عجبتك وصفاتي جربيها قولي لي في التعليقات. وحبايبي المشتركين معايا بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمه عليا. تابعوا الفيديو للاخر وما تبخلوش عليا باللايك. هنا بقى عندي بالنسبه للتوابل عندي بابريكا، وعندي فلفل اسود ورق لوري وحبان مطحونين على بعض، وعندي كركم، وعندي جنزبيل، وعندي مكعب مرق، وعندي هنا قرفه، وعندي هنا توابل فراخ، وعندي هنا بقى طماطمايه وعليها معلقه معجون طماطم صلصه يعني، وقرن فلفل حامي، وعندي بقى هنا زيت، وعندي خل، وهحط ربع الكوبايه دي كده عصير ليمون. تابعوني بقى لاخر الفيديو، ما تروحوش في اي حته. كل المكونات دي بقى هعملها هنا في مطحنه البصل والثوم دي، عشان صوت المطحنه هعملها وارجع لكم. هنا بقى فرمت فصين ثوم، وهنا عندي بقى التوابل البابريكا والفلفل الاسود والحبهان والورق اللوري المطحونين والكركم والجنزبيل، وعندي هنا مكعب مرق الدجاج وسنة قرفة وفصين توم وملح. هنزل كده هنا بقى كده. وهنا بقى عندي الطماطم وصلصة الطماطم والفلفل الحامي. وهنا عندي زيت، معلقتين زيت كبار، وهحط حوالي معلقتين دبس الرمان، هفرم بقى الكلام ده مع بعضه. وهنا عندي عصير ليمونتين كبار، وعندي حوالي معلقه خل. هنا بقى التتبيله انا عملتها اهي، والفراخ صفيتها ونشفتها جامد ونزلت عليها بالتتبيله، وهسيبها في التتبيله دي مش اقل من 6 ساعات. ممكن بقى ايه ليله كامله، بياتيها ليله كامله. كل ما قعدت منقوعه كده في التتبيله دي، كل ما خدت منها نتيجه وطعم جميل جدا، والفراخ تستوي على طول وتبقى لحمها طري. والزيت بقى اللي انا حطيته ده بيطري بقى الانسجه بتاعه الفراخ وكده. نغرقها في التتبيله ونغطيها بقى ونسيبها بقى في التلاجة مش اقل من 6-7 ساعات. هنا بقى لفيت الفراخ بقى، غطيتها كده بالاسترتش وهسيبها بقى في التلاجة 6 ساعات. هنا بقى عندي الفراخ بعد ما اتنقعت ليلة، جبت بقى صينية وجبت الشبكة دي وحطيت عليها الفراخ، وهسخن الفرن
يعني لما يسخن قوي عشان الفراخ تاخد صدمه ادخلها على طول، بس لما الفرن يسخن جامد، يعني هحمي الفرن قوي قبل ما ادخل الفراخ. كده رصيتهم، وتحتيها بقى الصينيه فيها ميه. وتابعوني لاخر الفيديو. كده بقى الفراخ بتاعتنا هي اللي مشويه طلعت من الفرن، وانا حطيتها هنا في الطبق ده، وحطيت لها كده شويه بقدونس يكسروا كده اللون. وكده الفيديو بتاعنا النهارده انتهى، واتمنى ان انتوا تجربوها بطريقه التتبيله بتاعتها في منتهى الروعه والجمال، وريحتها جميله جدا وطعمها اجمل. لايك بقى وشير للفيديو، وتحياتي من قناتي، واتمنى لكم مشاهده ممتعه، والى اللقاء في وصفه جديده وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.